السلام عليكم مشاهدينا الحلوين، يا رب جميعا تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى هنعمل طاجن العكاوي اللذيذ. هنعمله بطريقه جميله جدا ومميزه جدا جدا جدا. العكاوي بقى اللي ما يعرفهاش، هي عباره عن ديل الجاموسه، يعني بتبقى عباره عن فقرات كده متماسكه، واحنا بنجيبها من عند الجزار. هنشوف الطريقه نعملها ازاي، بس قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت ما ننساش نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا البوله الكبيره الازاز ديت فيها الديل بتاع الجاموسه، وهي بتبقى عباره عن فقرات كده بتبقى جايه متماسكه. الجزار بيكسرها لك وانت بتفصليها في البيت بالسكين. دي الفقره الكبيره. طبعا الديل بيبتدي من فوق كده بفقرات كبيره لحد ما بتفضل تصغر بقى لحد النهايه. هعمل كمان بصلايه كده وسط مقطعاها جوليان، وبصلايه بشرها او ضربها في الكب او مقطعاها بس مخرطاها بالسكينه بالطريقه اللي تريحك. ومعايا حوالي 7-8 فصوص كده من الثوم مهروسين. جبت ووك او طاسه او صينيه او اي حاجه متاحه يعني، او حله يعني. نزلت فيها بماده دهنيه، طبعا تقدري تستعملي اي ماده دهنيه انت متعوده عليها. انا هنا نزلت بمعلقه من السمن البلدي. نزلت بقى بعد ما يعني السمنه قدحت كده، نزلت بقى بالعكاوي. طبعا اول ما بننزل احنا ما بنحركهاش، يعني احنا بنبقى بس ايه، متعمدين نخلي الجزء بتاعها ملامس للنار. هنسيبها بقى بتاع نص دقيقه كده تاخد صدمة محترمة على الجنب اللي احنا حطيناها عليه ده. مش هنقلبها ولا هنيجي جنبها خالص. اول ما نحس انها نشفت كده واخدت لون من تحت، نبتدي نقلبها بقى على الوجوه التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا مش هقلب فيها كتير، يعني كل جنب هنسيبها بتاع نص دقيقة كده، يعني تاخد ليها صدمة محترمة علشان لو في اي حاجة جواها ما تنزلش. يعني اهم حاجة في الطاجن ده تشويح العكاوي، يعني اهم حاجة ان العكاوي دي تتشوح كويس جدا. طبعا بشوحها زي ما انتوا شفتوا كده بمادة دهنية، لا حطيت بقى توابل ولا بصل ولا اي حاجة. هقعد بتاع 3-4 دقايق كده اشوح فيها، وبعد ما تتشوح هنزل بقى بالاضافات اللي معايا. هي بسم الله ما شاء الله كده اخدت اللون، اللهم بارك، واخده لون بني تحفة. لازم تاخد لون وتنزل كل او نصدم فيها كل السوائل اللي جواها، لان طبعا العكاوي في النهاية عبارة عن لحمة. تمام كده انا بحاول يعني اعرض كل جنب من العكاوي دي للنار علشان ياخد صدمة محترمة. بعد ما اخدت اللون المحترم ده وحسيت ان هي كده اتشوحت كويس، بعد 3 دقايق او 4 دقايق نزلت بقى بالبصلايه اللي انا ضربتها في الكبه. يعني تقدري تخرطها بالسكينه، تضربيها في الكبه، تبشريها اللي يريحك يعني. هشوح بقى العكاوي مع البصلايه تشويحه كويسه جدا. مش هدي للبصلايه لون، يا دوب هي تاخد لون ذهبي كده خفيف، مش لون ذهبي تقيل، لا لون ذهبي خفيف، علشان تكمل لونها مع التومه اللي انا هحطها. انا كده بوريكم لون البصلايه ذهبي خفيف جدا، يعني يا دوب هي غيرت لونها بس. هنزل بقى ب6-7 فصوص اللي انا هرستهم، بخلي لهم مكان كده في النص علشان ايه، ياخدوا لهم لون ذهبي محترم كده. وهقلبهم بقى مع البصلايه والعكاوي. هقلب بقى كده لحد التومه هي كمان ما نشم ريحتها وتاخد اللون الذهبي مع البصله. عايزه اقول لكم الطريقه دي مميزه جدا جدا. في حد ما كانش بيحب العكاوي خالص دقها واعجب بيها جدا. بعد ما التومه اخدت لون وشمينا ريحتها، هننزل بقى بعصير الطماطم، وهنزل بالبصل الجوليان والتوابل اللي احنا عملناها، قصدي اللي احنا قلنا عليها. طبعا انا نسيت اقول لكم في بدايه الفيديو على التوابل اللي احنا هنستعملها. احنا هننزل في المرحله دي بالبصل الجوليان وقرنين فلفل حراقين. طبعا تقدر تستغني عن الفلفل الحراق، بس بصراحه بيدوا طعم جميل جدا جدا للطاجن ده. هننزل بقى بالبهارات بتاعتنا، عباره عن يعني ورق لوري وحبهان وجوز الطيب مطحونين، رشه من كل من
رشه كده بين صوابعك من اللوري المطحون والحبهان المطحون وجوز الطيب المطحون، التلاتة دول رشه بسيطه كده، وربع معلقه صغيره من القرفه المطحونه، وربع معلقه صغيره من الجنزبيل البودره بس، وتاكلي احلى طاجن عكاوي هتدوقيه في حياتك. في المرحله دي هنقلب بقى كل المكونات مع بعضيها، ونغطي عليها ونسيبها نص ساعه على نار هاديه جدا لحد ما نحس ان هي استوت كده او داخله على سوا. في المرحله دي بقى نضيف الملح، طبعا الملح حسب الرغبه، تقدري تضيفي ملح على حسب رغبتك، يعني حسب المكونات اللي معاكي. انا طبعا علشان الطاجن صغير شلت الاول الفقرات بتاعه العكاوي، وبعدين هنزل بالصلصه ده بعد ما هي دخلت على سوا، علشان ادخلها الفرن تاخد لها وش محترم كده. هشيل بقى كل الصلصه وهحطها بقى في الطاجن حوالين الفقرات كده. عايزه اقول لكم ان الصلصه دي كان طعمها تحفه 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 والله العظيم. في حد ما كانش بيحبها خالص، اول ما دقها شكر فيها بطريقه غريبه. هنا الطاجن كانت ملا. انا بقول لكم بقى ان انا هحط الصلصه المتبقيه في الطاجن بقى بعيد عن الكاميرا. هنا بقى كنت دخلت الطاجن في الفرن، اخد له وش، بصراحه كان طعمه تحفه جدا. جربوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم. ولو مكملين معايا الفيديو لحد دلوقتي ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك للقناه علشان القناه تكبر بيكم وليكم. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.